لأطيب عشاء أو فطور، لحسة يمنية مع خبز تميس ساخن وكاسة شاي كرك، وجبة متكاملة ودافية ولذيذة بكل تفاصيلها. بزيت زيتون رح أقلب البصل لحتى يدبل، بضيف له معجون طماطم، بتركه شوي لحتى يتسبك، بنزل عليهم الطماطم المفرومة والفلفل الحار، بعطيهم تقليبة سريعة، بضيف لهم رشة كمون وملح وفلفل أسود وبابريكا، بتركهم لحتى يتسبكوا. بهذا الوقت كنت محضرة عجين، مقاديرها بالتفصيل رح أكتبها أسفل الفيديو. تركتها لحتى تخمرت ورجعت قطعتها، وكمان تركتها تتخمر تاني مرة، فردتها بسماكة متوسطة، مباشرة نزلتها على الخبازة الساخنة وعملت فيها هاي الأشكال بروس أصابيعي، دهنتها بحليب مبخر مع رشة سمسم وتركتها لحتى تحمرت من الجهتين. أول ما تحمرت دهنتها بشوية زيت زيتون. نرجع للبندورة بعد ما تسبكت تماما، ضفت لها بيض خفقته مع ملح وفلفل أسود، تركته شوي لحتى استوى، ونزلت عليها الجبنة السائلة أو جبنة الدهن، وزعتها على الوجه، غطيتها وتركتها شوي لتاخد كل النكهات من بعض. قبل التقديم رشة كزبرة أو بصل أخضر، معهم التميس الساخن، وشوفوا شو بتشهي.